هو ليه الإحساس بالذنب مريح أكتر من الإحساس بالملل؟ علشان لما بتعمل حاجة غلط بتبقى عارف مشكلتك فين، بس لما بتزهق من كل حاجة حواليك وبدون سبب واضح بتحس إنك تايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ركز في حديث كامل على اللحظة دي بالذات وسماها الفترة وحذرنا منها. وده بيكون محطة استراتيجية، يا إما تطلع منها أقوى يا إما تكون بداية الانتكاسة. وليه وقت الزهق ده ممكن يكون أخطر وقت على دينك ودنيتك؟ أولاً مفهوم الملل أو الفتور. أول حاجة لازم تفهمها وتتصالح معاها هي إنك إنسان مش آلة تشتغل بنفس الكفاءة 24 ساعة في اليوم. النفس البشرية بطبيعتها بتمل وبتتعب، والملل ده مش معناه إنك فاشل أو شيء. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لخص الحقيقة دي في كلمة جميلة لما قال: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. يعني زي ما جسمك بيتعب ويحتاج راحة، قلبك ونفسيتك كمان بيملوا ويحتاجوا تجديد. والقرآن الكريم سجل الطبيعة دي في الإنسان. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يعني السأم والملل طبع بشري موجود فينا، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حط القاعدة الأساسية للحياة لما قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الشرة هي قمة الحماس والنشاط، والفترة هي الهبوط والملل، والمرحلتين لازم يمروا عليك. وعن نفس الإحساس ده، وكما قال الإمام الشافعي: وما ملت النفس الحياة وإنما تمل من المقدور إذ يتحول. ثانياً أسباب الملل والفتور. طيب، هو الملل والزهق ده بيجي منين أصلاً؟ ليه فجأة بنحس إن طاقتنا انطفت؟ السبب الأول والأساسي هو الغفلة. لما بنبعد عن شحن روحنا بذكر الله وبندخل في سحلة الحياة اليومية، الروح بتعطش، وعطش الروح بيظهر في شكل ملل وزهق وتوهة. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الحالة دي ويقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. السبب الثاني هو إننا ساعات بنتعلق بالدنيا قوي ونفتكر إنها كل حاجة، فنرضى بالركود وننسى إن ورانا هدف أكبر. ربنا وصف الناس دي وقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. من الآخر، النفس البشرية بتمل الحاجة اللي بتطول وبتتكرر بنفس النمط من غير تجديد أو ربط بهدف حقيقي. ثالثاً خطورة الاستسلام للملل. الحد الفاصل هنا هو: هتعمل إيه مع الملل ده؟ الدين مش هيحاسبك على أصل الشعور، لكن هيحاسبك لو استسلمت ليه وسبت نفسك تبيع، لأن الملل لو سيئك هيتحول لملالة، وهي من أسوأ الصفات. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان بيقول: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملتني. إن الملالات من سيء الأخلاق. الاستسلام للملل بيوصل للكسل العام عن الطاعات والمسؤوليات، ودي كانت الصفة الأساسية للمنافقين اللي ربنا ذمهم في القرآن. قال تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال كمان: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كمل الحديث وقال: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقت الملل والفتور هو مفترق الطرق، يا ترتاح في حدود شرع ربنا وترجع، يا تستسلم وتضيع وتخسر كل حاجة. رابعاً علاج الملل والفتور. وعشان تخرج من الفخ ده، الإسلام حط روشتة علاجية واضحة، أولها قاطعة الاعتدال. ما تضغطش على نفسك بزيادة لحد ما تكره العمل وتمل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها بكل وضوح: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية الإمام مسلم: فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. يعني السر مش إنك تعمل حاجات ضخمة وفجأة تبطل وتمل، السر في الاستمرارية حتى لو بحاجة بسيطة جدا. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير منقطع يسيب وراه ملل ونفور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. خامساً تجديد النشاط. الخطة العملية سبها لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فالزموها الفرائض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في الأيام اللي تلاقي نفسك فيها نشيط وعندك طاقة إقبال، زود في النوافل.
اقرأ قرآن أكتر وصلي قيام ليل. طب في الأيام الرمادية اللي طافية ومليانة ملل، إدبار. هنا إلزم الفرائض، صلي الصلوات الخمسة في وقتها واعمل الأساسيات وما تسمحش لنفسك تنزل تحت الخط ده. وفي نفس الوقت غير جو بالترويح المباح. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. سادسا الانتقال من الفراغ إلى الحركة. العلاج الثالث هو إنك ما تسكتش للقعدة، اتحرك واشتغل حتى لو مش قادر. القرآن بيقولنا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ارفض العجز والكسل، وافتكر دايما كم الابتلاءات والمشاق اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. عاداه قومه، شتموه، طردوه من دياره، حاصروه، وماتت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان بيمر عليه وقت ما فيش في بيته غير المية والتمر. كل ده وهو نبي الله، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ما قعدش وما ملش وما تفرطش عن دعوته ورسالته. فكيف بنا نحن المذنبين العاصين المقصرين؟ احنا أولى بالحركة ومحاربة الزهق والكسل. سادسا الخلاصة: الدنيا دار كبد وتعب، وطبيعي تمل من روتينها وتفاصيلها لأنها مش دار القرار. النعيم الكامل الحقيقي اللي ما فيش فيه ملل ولا زهق ولا سأم هو نعيم الجنة. ربنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه جعل نعيم الجنة متجددا ومتنوعا في كل لحظة، عشان أهل الجنة ما يعرفوش الملل أبدا، وهناك مفيش حد هيطلب يغير مكانه أو يزهق من عيشته. قال تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لما تمل وتزهق افتكر من ده طبع الدنيا، وما تخليش المحطة دي توقفك. خد قسط من الراحة، الزم فرائضك، وجدد ميتك، واستعن بالله عشان ترجع أقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لو وصلت للآخر تذكر أن الدال على الخير كفاعله. شارك الفيديو واشترك في القناة للمتابعة، وننتظر رأيك في التعليقات.